فيديو مسرب للقيادي بجماعة الإخوان في فلسطين محمود الزهار يكشف فيه أن تحرير فلسطين ليس الهدف الأساسي لجماعته وأن مشروعها أكبر من ذلك. أما فلسطين بالنسبة لنا فزي اللي جايب يعني سواق بنظف لأنه مشروعها أكبر من فلسطين مش مبينة على الخريطة. ليست تلك المرة الأولى التي يعترف فيها قيادات الجماعة بأن مشروعهم يتجاوز حدود الوطن وأن أوطانهم لا تعني لهم شيئا، كما أقر المرشد السابق للجماعة الأم. يوم ما قلت نبعت 10,000 لمساعدة حزب الله 10,000 مقاتل من الإخوان. يعني ستك تدعم الحزب الله في بيروت وتقف لتقول طز في مصر وفي أهل مصر طز. ده المشكلة، قلت طز فيك وفي مصر. وفي مقابل إقرار قيادات الجماعة بأن الوطن لا قيمة له، يعترفون بالولاء لمنظري التطرف في إيران وغيرها. ونحن نقول كثيرا أننا تعلمنا من الإمام الخميني كما تعلمنا من الإمام حسن البنا ومن الإمام الموجودي ومن الإمام سيد قطب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فما هو المشروع الأكبر الذي يتحدث عنه محمود الزهار؟ هل هو نفسه المشروع الذي اعترف به الإرهابي الموالي لإيران حسن نصر الله قبل عقود؟ ومشروعنا أن يكون لبنان جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. لأنه مشروعها أكبر من فلسطين مش مبينة على الخريطة.